أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. اكسر صخرة الخوف. في حياة بتطلب مننا نطلع أقوى نسخة من نفسنا طول الوقت، وفي عالم بيحب الصوت العالي والخطوة الواثقة، بنخبي أي إحساس يقول إننا ممكن نكون خايفين. الخوف مش ضعف، ومش علامة إن في حاجة غلط جوانا. الخوف واحد من الطرق اللي بيستخدمها العقل كوسيلة من وسائل الدفاع. بيظهر وقت ما نحس إن في تجربة جديدة مش مضمونة، أو خطوة أكبر من اللي متعودين عليها، زي إنك تتكلم قدام الجمهور، أو تفتح مشروع جديد، أو تتنقل لمكان جديد. بيبدأ النظام الدفاعي ده يشتغل ويقولك لأ، بلاش، ما تعملش كده، ويديك إشارة إن في جزء جواك محتاج أمان أكتر. الخوف إحساس طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا شعور الخوف مش عشان نمشي جنب الحيط. ربنا بيدينا الشعور ده عشان يحمينا وينبهنا ويخلينا نعرف إن في حاجة في حياتنا لازم ناخد بالنا منها ونواجهها. والخوف ليه أشكال كتير. الخوف الغريزي ده خوف مولود معانا من غير تفكير ولا تحليل، بيظهر عشان يحمينا وينبهنا، زي لما نبعد إيدينا بسرعة لما نلمس حاجة سخنة، أو نحس بعدم راحة في مكان مش أمان. الجسم بيتحرك قبل العقل، وده خوف صحي جدا ومهم. وفي خوف نفسي زي الخوف من الفشل أو الرفض أو الوحدة. وفي خوف اتعلمناه مع الوقت، وده اللي بيطلع من تجارب قديمة أو مواقف اتأذينا فيها، أو كلام اتقال وفضل عايش جوانا من غير ما نشوف إذا كان الخوف ده حقيقي ولا لأ، بس عقلنا صدقه. المشكلة مش في الخوف نفسه، المشكلة في نوع الخوف اللي بنسيبه يسيطر علينا، إذا كان خوف سلبي أو خوف إيجابي. الخوف السلبي هو اللي بيخليك تعيش محروم من النعمة اللي في إيدك، وخايف تضيع منك ومش عارف تستمتع بيها. هو الخوف اللي يوقفك مكانك، يخوفك من المحاولة، ويخليك تختار الأمان على حساب نفسك. أما الخوف الإيجابي فهو خوف مختلف، خوف واعي، بيخليك تعمل وتنجز عشان تعزز النعمة اللي في إيدك وتحصل على نعمة جديدة بالعمل والجهد. خوف بيقول لنا ناخد بالنا بس ما نقفش، ولو ركزنا شوية هنلاقيه هو نفس إحساس الخوف، بس دوره اتغير. والخوف اللي انت ساكت عليه جواك هو مش هيسكت عليك. ممكن يكون جواك خوف من حاجة، من مواجهة حاجة، وانت فاكر لما تخبي الخوف ده أو تبعد عنه وتعمل أي حاجة عشان مش عايز تواجهه إن الخوف ده ساكت عنك. الخوف ده عمال يكبر جواك، وكل ما كان الخوف ده مكبوت أكتر، وكل ما كان في مواقف لازم تواجه فيها بس بتخاف تواجه، الخوف ده بيكبر أكتر. الخوف هو المكان اللي لازم تروح عنده. الحاجات اللي انت خايف منها هي الحاجات اللي لازم تواجهها. هتفضل خايف لحد امتى؟ قد ايه حرمت نفسك من حاجات بسبب الخوف ده؟ اسأل نفسك سؤال دلوقتي. لو انت خايف من حاجات وفضل الخوف ده معاك 5 سنين، حياتك هتبقى عاملة ازاي دلوقتي؟ وبعدين اسأل نفسك سؤال تاني. لو انت تخلصت من الخوف ده دلوقتي، حياتك هتبقى عاملة ازاي كمان 5 سنين؟ وانت صاحب القرار. لما نسمح لنفسنا نفهم الخوف بدل ما نحاربه، الخوف بيبدأ يتحول، بيبقى صوت بيحذرنا مش صوت بيكسرنا. ساعتها هنشوف إن أغلب اللي مخوفنا توقعات مش حقايق، وإننا أقوى بكتير من السيناريوهات اللي عقلنا عمال يرسمها. مع أول خطوة صغيرة نعملها رغم الخوف بيبدأ يصغر، وثقتنا في نفسنا بتكبر، مش لأن الخوف اختفى، لكن لأننا فهمناه ومشينا معاه من غير ما نسمح له يسيطر علينا. وهنا الشجاعة بتظهر، مش في غياب الخوف، لكن في القدرة إننا نكمل وإحنا حاسين بيه.
كل مرة نواجه خوفنا بنحوله من ضعف لدليل إننا أقوى، وبنقرب أكتر من نفسنا الحقيقية. وجوده معناه إننا بنحاول وبنقرب وبنكبر. الخوف لما نفهمه ونسمع له بيتحول من حاجة توقفنا لحاجة توجهنا. الخوف مش نهاية الطريق، الخوف أحياناً بيبقى أول علامة إنك ماشي في الاتجاه الصح، وإن أنت أقوى مما تتخيل حتى وإنت خايف. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتوا محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك، لأنها تستاهل إنها تتحب.